كام مرة بيبقى فيه إعلان مش حلو خالص ولكن بيثبت في ودننا، بنفضل سامعينه بنردده وبنحفظه لما بيتكرر كتير في التلفزيون، في الفواصل، في يطلع لنا sponsored ad في applications. كل ده عمرنا فكرنا ليه رغم ان احنا مش عاجبنا حفظناه وبنردده؟ ده بقى اللي هنعرفه في حلقة النهاردة من سيرفي توكس. معايا انا لوجينا اشرف. الموضوع ببساطة لان الاعلان اصلا بيكون موجه للغرض ده، بغض النظر عن هو اكيد موجه علشان يعلن السلعة بتاعته او يعلن المنتج بتاعه، ولكن في النهاية هو حتى لو هو النتيجة النهائية بتاعته مش مرضية للمتلقي، هو عايز برضو يفضل الإعلان ملازمك وفي دماغك وبتردده، لأنه بيلعب معاك لعبة نفسية. وده نظرا لكلام نفسي والعلمي لعلم النفس الإعلامي، واللي جزء كبير أصلا من دراسته بيخليك عارف توجه حملتك لمين وإزاي وبأني طريقة. وده اللي خلينا نسأل سؤال مهم جدا: طب طالما كده ليه في إعلانات بتعلق معانا وإعلانات لأ؟ تعال بقى أنا هقولك ليه. الإعلان بيكون قايم في أغلب الأحيان على أسلوبين اتنين، إما الأسلوب المعلوماتي اللي بيخاطب عقلك بشكل كبير فيقعد يحكي لك المنتج ده مميزاته إيه وبيعمل إيه، ويقعد يكلمك شوية عن المنتج ويرسلك شوية معلومات عنه وبس كده. وده النوع اللي في علم النفس الإعلامي اسمه السنترال رود، لأنه بيكون نوع دايركت وصريح، ما فيهوش إبهار، ما فيهوش أغاني، ما فيهوش مزيكا، هو المعلومة وبس. وعشان كده في النوع ده في أغلب الوقت مش بيعلق قوي مع الناس، لأنه مجرد ما المنتج بيروح عليه أو الإعلان بيخلص أنت بتنساه، لأنه نسبة ثبوته مش كبيرة في عقلك. يا راجل أيوة زي ما سمعت كده. وعلى الرغم من النوع ده نسبة ثبوته مش كبيرة أو ما بيعلقش في دماغ الناس قوي، إلا إن هو أقصر طريق وأحسن طريق للإعلان عن المنتج، لأنه بيقولك مزايا المنتج وعيوبه ويوصف لك إيه هو، عكس النوع التاني اللي كتير من صناع الإعلانات أصلا بيلجأ له، وهو النوع اللي مليان أغاني ونجوم كبار بنحبهم وميوزك وأضواء وأنوار. من الآخر في عناصر إبهار كتير قوي، وبالتالي هنا مش بيكون بيخاطب عقلك بشكل كبير بمعلومات كتير، لكن بيبقى بيلعب على أعصابك ومشاعرك، إنك تنبهر بالأغاني وبالإعلان كله وبالاستعراضات وكل الحاجات اللي فيه، وما تركزش لا في جودة الإعلان ولا في المنتج أصلا ولا هدفه إيه. وهنا الهدف الأساسي من الإعلان إن يوصل لك رسالة أو منتج معين بيروح، لأن أنت بتتشغل مع الأغاني والميوزك والإبهار وبتنسى الهدف الأصلي. وده النوع اللي في علم النفس الإعلامي بيسموه peripheral root، لأنه بيبقى معتمد بشكل كبير جدا على الحاجات الهامشية، الأغاني، الإبهار، الميوزك، زي ما قلت النجوم. فده بيخلينا إحنا ما نركزش مع الهدف أو ما نركزش مع السبب الأصلي للإعلان وهو المعلومات، فبتفضل تردد الأغنية بتاعت الإعلان وتغنيها، دندن المزيكا بتاعته، وممكن أصلا الإعلان يبقى مش عاجبك أو عاجبك بس بسبب إن أنت انبهرت بالأغنية وحفظتها وقعدت ترددها، الهدف الأصلي مش موجود، أو هم أصلا مركزوش إن هم يبرزوا الهدف الأصلي، مركزوا بس على عناصر الإبهار. يعني مثلا لو أنا سمعتك الإعلان ده أو الأغنية دي، عرفتها صح؟ ومش بعيد تكون بدأت تغني كمان من قبل ما الأغنية تشتغل. هو ده بالظبط، انت عارف الأغنية وحافظها وأكيد بتشغلها لما تكون محبط، يعني امسك في حلمك وخليك وراه، دي أكيد أغنية محفزة لينا كلنا. بس لو رجعنا ونفكر، هي أصلا إعلان إيه؟ ولا هي أصلا ممكن تكون أغنية محفزة وخلاص؟ لا، في الواقع هي إعلان، بس عمرنا فكرنا هو إعلان إيه، أو عمرنا ركزنا وإحنا بنسمع الأغنية إن دي كانت إعلان؟ لا خالص، لأن هنا هم فكروا إن هم إزاي يبهروك، إزاي الأغنية تفضل شغالة معاك على طول، إزاي جملة تبقى بترددها طول الوقت. ولكن مميزات السيرفيس أو مميزات الخدمة اللي هم بيقدموها من خلال الإعلان ده أو الهدف الأساسي للإعلان ما كانتش موجودة. فأنت خدت الأغنية وسبت الإعلان، خدت الأغنية بدأت تغنيها وحفظتها وحبيتها وحبيت اللي بيغنوها، ونسينا أصل الإعلان أو نسينا الهدف الأصلي من الإعلان، وهو إن هو يقدم لك رسالة أو رسالة للمنتج، يعني يقدم لك رسالة المنتج نفسه، المنتج ده عايز إيه أو السلعة دي عايزة إيه. وده اللي بيحصل معانا كتير قوي خصوصا في رمضان. نفس الإعلانات هي كل شوية بتتكرر بنفس العوامل المؤثرة على إدراكك ووجدانك وعقلك، فغصب عنك بتلاقي نفسك أنت كمان بتكررها وراهم، لأنك انبهرت بوجود نجم كبير أو لأن الأغنية حلوة. لا مش بهزر، دلوقتي عرفت ليه في إعلانات بتثبت معاك وإعلانات لأ؟ طب هل خدت بالك ان فواصل الحلقة النهاردة كانت اصلا اجزاء من اعلانات؟ يا ترى عرفت الاعلانات دي كانت ايه ولا لأ؟
وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة من سيلفر توكس. استنوني السبت الجاي معاكم في حلقة جديدة. كنت معاكم رجينا أشرف.